قال الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. سبق الكلام على هذه الآية. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء. اقرأ الآية اقرأ الآية التي فيها إثبات هذه الصفة. أنا قلت هذا يأتي. الثانية الإتيان. اتل الآية. نعم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام. والأخذ نعم لا إله إلا الله. نعم والأخذ والإمساك. نعم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. والبطش أحمد والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى كما قال الله تعالى وجاء ربك. ما شاء الله هذا الدليل. قال الله تعالى وجاء ربك وقال هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلال من الغمام وقال وأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وقال إن بطش ربك لشديد وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهنا نثبت صفة الإرادة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها. فلا نقول إن من أسماء الله الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحن ذلك وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. هذه واضح. ولكن الصفات التي نصف الله بها سبق أنها تنقسم إلى 3 أقسام. ما لا يصح أن يوصف به مطلقا وما يصح أن يوصف به مطلقا وما فيه تفصيل. القاعدة الثالثة من قواعد الصفات صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين ثبوتية وسلبية. الثبوتية واضحة سمع بصر علم حكمة قدرة. السلبية يعني المنفية لأنها من السلب. تقول سلب الثوب أي تخلى عنه. ولكن قلنا هذا تبعا لغيرنا وإلا فالأولى أن يقال ثبوتية ومنفية لأن منفية أوضح وهي التي جاء بها القرآن كقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالثبوتية ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وكلها صفات لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. هذه نسميها صفات إيش؟ صفات ثبوتية. ثم الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين. صفات معنوية يعني دالة على معنى وهنا لم نقسمها. صفات معنوية تدل على معنى وصفات خبرية جاء بها الخبر ولكنها لا تدل على معنى كما يدل عليه القسم الأول. ولنا أن نقول هي التي نظيرها فينا أبعاض وأجزاء. هذه نسميها صفات خبرية لأن العقل لا يدل عليها لم يثبتها إلا مجرد الخبر ولأنها ليست معنى من المعاني. ولذلك الذين فسروها بمعنى من المعاني أخطأوا وضلوا. الذين قالوا اليد هي القدرة والوجه والذات وما أشبه ذلك هؤلاء أخطأوا بلا شك. طيب لنا أن نقول الثبوتية نوعان. الأول ما يدل على معنى والثاني ما يدل على مسمى هو بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء لكن بالنسبة لله لا نقول هذا لا نقول هكذا بل نقول هي يد حقيقية وجه حقيقي عين حقيقية قدم حقيقي ساق حقيقي وما أشبهها. فيجب يعني في الثبوتية إثباتها لله حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما السمع وسبق لنا أن المراد بالدليل السمعي الكتاب والسنة. أما السمع فمنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله. وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. هذا وجه الدلالة من الآية. في الآية اختلاف تعبير، قال والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فهذا التفريق اللفظي هل يقتضي التفريق المعنوي؟ الجواب نعم. قال أهل العلم نزل تدل على تنزل الشيء شيئا فشيئا، كما قال عز وجل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، لأنهم يأتي ملائكة السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا. وأما إذا قيل أنزل فهو دفعة واحدة. الكتب السابقة نزلت دفعة واحدة، ولهذا قال الكافرون محتجين على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني كما أنزل من قبل. فقال الله تعالى كذلك، يعني أنزلناه دفعات لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذن الدليل من السمع على وجوب الإيمان بالصفات الثبوتية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها لإيش؟ بالصفات الثبوتية، أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره، أعلم بنفسه بها أي بنفسه من غيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره. أصدق قيلا لأنه لا يمكن أن يعتريه الكذب، خبر الله لا يمكن أن يكون فيه كذب. أحسن حديثا يعني في أسلوبه وبلاغته وفصاحته ولذاذته على القلب هو أحسن، فجمع بين الصدق والحسن. نعم. قال فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العلم بحيث لا يفصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. واضح يا جماعة؟ هذا دليل إيش؟ عقل. نحن لا نعلم الغيب ولا نعرف عن الغيب إلا ما أخبرنا الله به، وقد أخبرنا عن نفسه بأنه يتصف بكذا وكذا، فوجب إيش؟ وجب قبوله، لأننا لا نستطيع أن نقول إنه صادر عن جهل، ولا نستطيع أن نقول إنه كذب، ولا نستطيع أن نقول إنه عيي ليس فصيحا. كل هذا لا نستطيع. فإذا يجب أن نؤمن بمقتضاه، لأنه صادر عن علم بلا شك، وصادر من صادق بلا شك، بل أصدق الصادقين، وبلغة وبيان فصيح لا يمتري في ذلك عاقل. فوجب اعتقاد مدلوله، سواء يا أخواننا سواء علمنا أن ذلك مما يقره العقل أو لا يقره، مع أن العلماء يقولون الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، استمع الكلمة، لا يأتي الشرع بما تحيله العقول، لكن يأتي بما تحار فيه العقول، يعني تعجز عن إدراك حكمته. ولهذا أعطى الله سبحانه وتعالى من شاء من خلقه العقل التام والفهم الثاقب، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في كتابه درء تعارض العقل والنقل المسمى بإيش؟ بالعقل والنقل، قال إنه لا يأتي أحد بحجة شرعية يحتج بها على باطل إلا كانت هذه الحجة حجة عليه. كلام عجيب. أي إنسان يحتج على أحد بحجة شرعية من القرآن والسنة لكن على باطل، فإن هذا سيكون إيش؟ حجة عليه، لأن الله يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
حج عليه. فإذا قال معطل إن الله يقول ليس كمثله شيء، إذا لا صفة له، نقول الحمد لله. تقر بالآية؟ قال نعم، هذه كلام الله. نقول هذه حج عليه، لأن نفي المثلية يدل على ثبوت أصل الصفة. فنفي المثل لا شك أنه يدل على ثبوت أصل ينافي، يعني أصل لا يمكن التماثل فيه بين الآدم والخالق عز وجل. وهذا الذي قاله صحيح، لكنه يحتاج إلى فهم ثاقب وإيمان صريح، وكلما قوي إيمان العبد قوي فهمه لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه. تكتب صح ولا غلط؟ صح، أعلم الناس بربه. طيب، وأصدقهم خبرا، علامة صح، وأفصحهم إرادة وأنصحهم إرادة، صح. ما من نبي بعثه الله إلا دل أمته على خير ما يراه خيرا لهم، وحذرهم مما يراه شرا، فهم أنصح الخلق وأفصحهم بيانا، صح صح. لا شيء من كلام البشر أفصح من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يستدل بعض العلماء النقاد الذين جرت السنة في دمائهم ومخهم وعظامهم، يحكمون على الحديث بأنه باطل وإن لم يعرفوا سنده. ليش؟ لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فصيح بين طاهر، بمجرد ما تسمعه ويقن في إذنك تعرف أنه كلام الرسول. حتى إن بعض الناس آتاه الله تعالى من حسن النطق ما يشابه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أعلم أحدا أشبه كلاما بكلام الرسول من عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم كأنما يتكلم عن نبوة. نعم نعم. لا تقل هكذا، لأن الجهمية يقولون القرآن مخلوق، فإذا قلت رب القرآن أوهم أن تكون جهميا، فهل ترى لنفسك أن يظن الناس بك أنك جهمي؟ طيب نعم. شيخ، ماذا صحة العبارة التي يقولها العامة من وضع عينه في عين الله لم يخب؟ إيش؟ من وضع عينه في عين الله لم يخب. لم أسمع بهذه الكلمة. أسمعتم بها؟ بين الله سبحانه وتعالى لا. نعم، يقول حط عينك بعين الله تفلح. هذه منكر، هذه منكر. بدلا منها أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. عزوا هذا القول إلى شباب الفرق، الفرق خالف الإمام مالك. ما يصير أبدا، هذا كذب. الإمام مالك رحمه الله سئل عن الاستواء فأجاب بالجواب المعروف. لكن لماذا لا تقول إن من قال إن الله ليس في السماء يجب أن يقطع لسانه، لأنه مكذب للقرآن. أما من أشار إلى السماء فقد أشار إليه أعلم الخلق بالله في خطبة عرفة في أكبر مجتمع، قال اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء. عرفت؟ طيب نعم. هل كل فعل يؤخذ منه صفة على الإطلاق؟ أي نعم، لكن لا، مو على الإطلاق. كل الصفات ما تكون على الإطلاق، تكون على حسب ما جاء في القرآن والسنة. أي ما يخالف، إذا جاء مطلق يطلق. نعم يا سليم. لا، صفات الكمال. نعم. وهذا الكلام نفوها عن الله سبحانه وتعالى بالكلية. هذا تكذيب يا شيخ. والملك اللي ضعيف من الناس لو يتكلم عن نفسه بشيء يريده يتكلم عن الناس ما يقدر الناس يكذبون. كيف كذب الله سبحانه وتعالى في الشيء اللي هو يصف نفسه فيه؟ مبارك الله فيك. أهل التعطيل إذا كان تكذيبهم بالصفة الحقيقية تكذيب تأويل فهذا قد يعذرون فيه، لأنهم بزعمهم يريدون الحق لكن ضلوا عنه. وأما إذا كان تأويلهم تكذيبا، يعني جحدوا جحد تكذيب،
مثل أن يقول إن الله لم يستوى على العرش، فهذا كفر رد عن الإسلام. لكن هم لا يقولون لم يستوى على العرش، يعرفون لو قالوا هذا كفروا ولا إشكال. إنما يقولون إن الله مستوى على العرش، لكن معنى الاستواء الاستيلاء. إن الله له يد، لكن معنى اليد النعمة أو القدرة. لو أنهم جحدوا جحد إنكار وتكذيب كفرناهم ولا نبالي بهم. لكن لكونهم يتأولون ويدعون أنهم ينزهون الله، فننظر عاد في تأويلهم هل يحتمله اللفظ أو لا يحتمله، ويحكم عليه بما يقتضي. العقل يا شيخ عبد الله ها؟ العقل. إيه؟ هم يحكمون العقل. إيه؟ العقل كله ما يكون هذا، لأن الله سبحانه وتعالى هم أروا الله سبحانه وتعالى حتى أنهم يصفون ما بل في عقولهم. الله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه هو بنفسه. نعم صحيح. وهم ما رأوا الله سبحانه وتعالى حتى أنهم يعبرون تعبيرهم هذا. صحيح. نحن نقول لهم رجوعكم إلى العقل مخالف للعقل صراحة. وجه ذلك أنهم يحكمون الأمور الغيبية، يحكمون عقولهم بالأمور الغيبية. الأمور الغيبية ما يمكن الإنسان يحيط بها. فرجوعهم إلى ما ليس بدليل هذا لا شك أنه خلاف العقل.